أيها المواطنون، هذه هي المفاجأة الثانية. السيد رئيس جمال عبد الناصر يتفضل بالحضور اليوم. بعد أن قام سيادته كما نعلم بإلقاء كلمة في جلسة الافتتاح الأولى للجنة التحضيرية. افتتح الجلسة. السيد رئيس الجمهورية، كان في نيتي ان انا احضر جلسة امبارح، ان في نيتي ان احضر اكبر عدد من الجلسات، ولكن الاخ انور قال لي ان جلسة امبارح جلسة اجراءات. بعدين الصبح قريت في الاخبار العنوان مناقشات عنيفة، فقلت فاتتني المناقشات العنيفة بتاع امبارح. طلبت من الإذاعة أن نسمع الجلسة، قعدت 3 ساعات سمعت الجلسة، ما لقيتش مناقشات عنيفة يعني كما تصورت من منشط الأخبار، ولكن وجدت إن احنا ماشيين في الموضوع الطبيعي. ليا تعليق بسيط على اساس السنة اللي استنتوها امبارح، ان كل حد يعلق بعد كل حين عن عمل اللجنة. الحقيقة عمل اللجنة في غاية الأهمية، وبعدين ما نقدرش نحدد المواضيع اللي هتتكلموا فيها زي ما اتحددت برؤوس مواضيع امبارح، لان اللجنة ايضا عملها اكبر من رؤوس المواضيع اللي اتحددت. وكمان علشان نوصل لرؤوس المواضيع، النقطتين اللي قالهم الاخ انور او ال4 نقط اللي قالهم احد الاخوة منكم وهو بيتكلم وقال انهم يمثلوا النقطتين، لازم نتطرق الى مواضيع اساسية ومواضيع رئيسية. احب اقول لكم احنا بحثنا احسن طريقة مثلا نتجه فيها علشان نحقق الاهداف بتاعتنا. حصل بحث كتير، في ناس قالوا او في فكرة ان احنا نعمل مجلس ثورة تاني. مجلس ثورة اسهل حاجة بالنسبة لي انا. مجلس ثورة بيدي قرارات وبتأخذ هذه القرارات توضع موضع التنفيذ. بعدين قابلتنا نقطة تانية في التفكير، اللي هي نقطة توسيع القيادة الثورية. لان اذا حبينا نعمل مجلس ثورة ما نقدرش نعمل مجلس ثورة على اساس مجلس ثورة اللي بدأ بقيام الثورة بتبقى القيادة الثورية باستمرار بتقل.
وأنا أشرت في خطابي إلى أن من المهم جدا أن نوسع القيادة الثورية. طيب النقطة الثانية هي توسيع القاعدة الثورية. فممكن بمجلس ثورة بنبني مصانع، وبنمشي في الاشتراكية، وبنمشي في التنمية، بنمشي علشان نحقق الكفاية والعدل، ولكن كان بينقصنا باستمرار نتيجة لهذا الشيء اللي هو عصب الموضوع كله، اللي هو التنظيم الشعبي، اللي هو التفاعل الشعبي مع الثورة. ولهذا تركت هذه الفكرة جانبا واتجهنا إلى الفكرة الأخرى. ناس قالوا هتبقى بعد إعلانها إنها فكرة معقدة، اللي أعلنتها في بيان السياسي لجنة تحضيرية بتبحث هذه اللجنة التحضيرية تكوين مؤتمر لقوى الشعب الوطنية أو للقوى الشعبية. بعدين بيجي هذا المؤتمر بيبحث ميثاق، ثم بعد هذا بنكون الاتحاد القومي على أساس عريض بالنسبة للجمهورية كلها. الحقيقة اتقابلنا في هذا الأمر نقطتين أساسيتين: الاشتراكية النقطة نمرة 1، والحرية هي النقطة نمرة 2. بالنسبة للموضوعين دول لازم يتفتح الباب على الآخر، لأن هم دول الموضوعين الأساسيين اللي نقدر إذا فهمناهم وإذا بحثناهم وإذا وصلنا فيهم إلى نتيجة، نحن نقدر فعلا نحدد ما هي قوى الشعب الوطنية وما هي طريقة تنظيمها. باستمرار الواحد لما بيجي يبص في الاشتراكية وفي الديمقراطية بمعناها الغربي بيجد ان معنى الديمقراطية بالنسبة للاشتراكية قد يختلف. ما الواحد يبص بالنسبة للاشتراكية بيجد انه عايز يحد من حريات الناس. ما بقصد هنا من حريات الناس يعني ايه؟ بحد من حرية الناس في التملك، تدخلت في الحرية. بحد من حرية الناس في اطلاق الاسعار، تدخلت في الحرية. بحد من حرية الناس في الاستغلال، تدخلت في الحرية. اذا الحرية ليست حرية مجردة بدون اي حد من الحدود، لان الاشتراكية نفسها معناها عملية تنظيم او معناها عملية تنظيمية للمجتمع بحيث تكون هناك كفاية ويكون هناك عدل. اذا اول ما بنتكلم على الاشتراكية بنجد ان احنا داخلين بننظم، يعني بنقول لده لغاية هنا وبس، بنقول للتاني لغاية هنا وبس، ونقول للثالث انك انت كنت ليس لك اي فرصة بقيت لك فرصة. بنقول لده انت كنت بتملك 30,000 فدان، لا بتملك 100 فدان. وبعدين بنقول للتاني انت ما كنتش بتملك حاجة ابدا، بتملك 5 فدادين. ده بنقول لصاحب التجارة انت كنت في تجارتك مطلق الحرية تبيع زي ما انت عايز، النهاردة انت بتوزع هذه التجارة بعمولة محددة. اذا اول ما بندخل في كلام في الاشتراكية بالتالي بيتفتح على طول باب الحرية وباب الديمقراطية. وكما تكلمت فالحرية لم تكن او لا يمكن انها تكون حرية مجردة، والديمقراطية لا يمكن انها تكون ديمقراطية مجردة. النقطة الثانية اللي انا بدي يعني اخدها تبعا لهذا ان احنا اما نتكلم على الحرية ونتكلم على الاشتراكية ونتكلم على الاجراءات الاشتراكية ما بننتقمش من حد ابدا. وبعدين العملية ايضا مش غنى او اغنياء بنسأر منهم او بننتقم منهم. العملية هي اقامة عدالة اجتماعية، العملية ان العدل يأخذ مجراه.
النقطة الثانية برضو التالية في تعليقي يمكن على كلام امبارح، برضو ان احنا ما بنخافش من عيلة او عيلتين. الموضوع مش عيلة ابدا ولا موضوع عيلتين. وحصلت مناقشة امبارح على ما حصل بعد انتصار الاسلام وبعد فتح مكة. احنا يمكن اخذنا من الاسلام طريق. النبي عليه الصلاة والسلام في احدى المعارك اللي اصيب فيها، كانت معركة قاسية، اعتقد في معركة احد، بعد المعارك رفع ايديه، فالناس افتكروه انه بيطلب من الله ان ينتقم، ولكن وجدوه بيقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. احنا يمكن ده كان سبيلنا دايما من اول يوم، كنا بنحاول ندي الفرصة، بنحاول نفتح الباب، وبنحاول نفتح المجتمع. النقطة الثانية يمكن اللي كانت هنا محل مناقشة ايضا هي ايه اللي حصل بعد فتح مكة. يمكن انا اتكلمت في هذا في احدى خطبي في نوفمبر سنة 53 في هذا الموضوع بالذات، بعد ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام الى مكة وقال اذهبوا فانتم الطلقاء، او من دخل بيت ابي سفيان فهو امن، الى اخر هذا الكلام. ثم النقطة الثانية اللي هو الناس اللي امر بقتلهم ولو كانوا متعلقين باستار الكعبة، ونزلت في هؤلاء ايات كتير، و اللي هم المنافقين. في القرآن آيات كتير على المنافقين، والمنافقين اللي هم خانوا الأمانة، المنافقين اللي هم صاروا في الضلال، المنافقين اللي هم كانوا بيعملوا على أن تهدم الدعوة الإسلامية. لم يغفر لهم، لا لسبب لأنه كان في هذا مخلص لربه، وكان في هذا مخلص لعقيدته.